والله اني حاب نموت في مراكش، نكتب عليكم. اسرائيليين مراكشيه، فريق اسرائيلي. كازاوا والله غير تحيه، ابار كازاوا كاع كونترنا، كاع كونترنا. خلينا الشعب كونترنا، كلشي كونترنا والله. جمون فوق كاع كونترنا والله غير اني حاب نموت. أكدت مصادر أن السلطات المغربية المختصة قررت إخضاع مشجع جزائري لإجراء المنع من مغادرة التراب الوطني في انتظار استكمال مجريات البحث القضائي المفتوح في حقه. وجاء عدا القرار على خلفية أفعال موثقة في شريط فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن عبارات سب وتهديد وإهانات في حق مواطنين مغاربة من الموقوف. وتؤكد نفس المصادر أن المصالح الأمنية تفاعلت بشكل فوري مع محتوى الفيديو الذي لا تتجاوز مدته 39 ثانية، والذي وثق حالة انفعال حاد عبر خلالها المعني بالأمر عن ألفاظ مشينة والمستفزة استهدفت ساكنة مدينة مراكش مباشرة عقب إقصاء المنتخب الجزائري من دور ربع نهائي كأس أفريقيا المقامة بالمغرب. ويظهر الشخص المعني في المقطع المصور وهو يصرخ بالقرب من محطة القطار بمراكش مرددا عبارات قدحية وتهديدية، ما أثار موجة واسعة من الاستياء والغضب، الأمر الذي دفع عددا من النشطاء إلى المطالبة بتدخل عاجل للسلطات وتطبيق القانون في حقه. وبعد عمليات التحري تم تحديد هوية المعني بالأمر في وقت قياسي، وتم فتح بحث قضائي تحت إشراف الجهات المختصة مع اتخاذ تدبير احترازي يقضي بمنعه من مغادرة التراب الوطني إلى حين استكمال التحقيقات وترتيب الآثار القانونية اللازمة في ضوء الأفعال المنسوبة إليه. الحدث الإفريقي معكم من قلب الحدث.